سؤال محيرني، هو مفيش غير التلاتة دول؟ هو مفيش غير امام وبن شرقي وزيزو؟ يا جماعة عشت لليوم اللي اشوف فيه واحد اهلاوي بيقول كلمة حق. اسمع يا باشا واستمتع ومتع ودانك، متع ودانك يا زملكاوي يا اهلاوي بواحد اهلاوي بيقول كلمة حق. عشان لما قلنا يا باشا قبل كده ان الناس دي جاية بس للشو الاعلامي والمكايدة في الزمالك، كل الاهلاويه قال لك لا ده صفقات وبيفيدوا الفرقة وبيدوروا على عنصر يفيد الفرقة. اهو يا باشا زيزو مفيش غيرهم، مفيش غيرهم اللي اي صورة تيجي عليهم هما التلاتة كل الناس تروح تصورهم، كل الصفحات تروح تشيرها زي ما انت شايف كده قصادك. يعني تلاقي كابتن شوبير بيرفع صفحة الاهلي، ما في لعيبة تاني في الاهلي، في صفقات تاني جبناها، في بن رمضان جبناه، في تريزيجيه جبناه، في حمدي فتحي رجع، في ديانج رجع. كل الصفقات دي هو اي حاجه وخلاص فيها مضايقه للغير. شوف الراجل المحترم بيقول لك ايه، اي حاجة وخلاص فيها مضايقة للغير، مش عشان انت تبقى كويس، عشان تضايق غيرك بس. اي حاجه وخلاص لازم نضايق غيرنا. هما هات التلاته دول حطهم في الوش، هات التلاته دول هما بيتضايقوا من التلاته دول هاتهم. هو اي حاجه وخلاص يا جماعه؟ ما نركز بقى في الكوره بقى، نركز في الكوره بقى، نسيبنا بقى من الشغل ده بقى، نركز. نفسي نركز في الكوره بقى، نطلع من الحته دي بقى خلاص. هما بقى عندنا خلاص بقى، مش بقى ايه نقعد نبص لازم نرفع صوره لامام وزيزو وبن شرقي. طب بص، طب هاتهم كده اهو وهم الثلاثه بيتمشوا، طب هاتهم هم الثلاثه قاعدين مع بعض، طب هاتهم الثلاثه وهم بيشربوا قهوه، هات الثلاثه وهم قاعدين. في ناس تانيه في الفرقه، في صفقات تاني جبناها. يعني لغايه دلوقتي مش فاهم انا الكيد ده، انا مش فاهم لغايه دلوقتي احنا عمال نضايق في غيرنا ليه؟ ما نركز في حالنا، نركز في فرقتنا. ليه نضايق غيرنا؟ ليه هو اي حاجه خلاص ضايق غيرك؟ ده احنا مش ضايق غيرك، رخم على غيرك. انا بحب ارخم عليك ليل ونهار، انا مش فاهمها. اللي انا شايف هو هات التلاته احنا جاهزين للمونديال، هات التلاته حط نار من فوقيها، هات التلاته هما ماشيين مع بعض، هات التلاته هما نايمين جنب بعض، هات التلاته هما طالعين على السلم، هات التلاته هما بيشربوا شاي. ايه ده؟ نفسي بجد نطلع من الحته دي بقى. انا نفسي نطلع من الحته دي بقى، نكبر مخنا ونطلع بقى، نعلى شويه بقى. اما احنا اللي ماشيين بيه ده غريب غريب، وانا ابتديت اتخنق منه. اللي هو من ساعه لما جه زيزو عندنا، احنا يا جماعه كنا بنقول عليه بالونه ده. يعني احنا كنا الصفحات بتاعت الاهلي اللي هي عمال تشكر في زيزو دلوقتي كانوا بيقولوا عليه بالونه من 6 شهور. بالونه بقى، ويقول لك دوس على الصوره هتلاقي بالونه. في يوم وليله كده خلاص غيرنا كلامنا. في يوم وليله، في يوم وليله انت غيرت مبدأك، في يوم وليله انت